تعالوا النهاردة نظهر مع بعض في الغسالة التوشيبا الفوق الأوتوماتيك للناس اللي ما بتعرفش تظهر في الغسالة. بصراحة الزهرة في الغسالة بتفرق كتير جدا، وكمان بتبقى الغسيل زي ما انتم شايفين لونه موحد. لو عندك ستاير أو كمان ملابس بيضة تقدري ان انت تغسليها بكل سهولة. بصراحة والله العظيم ممتازة جدا، الغسالة دي جميلة جدا جدا، بقالها عندي يعني من 2011، من أول ما الغسالات التوشيبا الفول أوتوماتيك دي طلعت وأنا جبتها. كنا بنشتغل على الغسالات العادية الأول، لكن بصراحة الغسالة دي مريحاني كتير. كمان باشتغل عليها كل يوم وبغسل عليها باستمرار. ما شاء الله ممتازة. أول حاجة هابدأ أشغل الغسالة، بابدأ على طول أتك على أون وبحدد مستوى المية اللي أنا عاوزاه على حسب كمية الغسيل، وبعدين بعمل دورة غسيل كاملة. طبعًا لو أنتِ عايزة تعملي غسيل بس تضغطي لحد غسيل وشطف، وبعدين بتقومي موقّفة علشان الغسالة أول ما تغسل بتُقف، تمام. لكن لو عايزة دورة كاملة بتشغّليها دورة كاملة. أول حاجة هتملي الغسالة زي ما أنتِ شايفة بطريقة بسيطة جدًا ما فيهاش أي مشكلة. وبعد كده باضيف المسحوق بتاعي. في الوقت ده لو أنا عاوزة أحط كلور وعندي الهدوم البيضا متسخة جدًا باضيف كلور. كمان لمّا تيجي تغسلي في الغسالة دي خلّي الأبيض لوحده والألوان لوحده، علشان طبعًا ممكن تضيفي على الأبيض كلور، ولو أنتِ حطيتِ على الألوان ممكن تبوظ الغسيل. في الوقت ده بابدأ أنزل كمان، يعني حطيت ملاية سرير بيضا وحطيت الستارة. كمان أنتِ ممكن تقدري إن أنتِ تحطّي الحاجة اللي أنتِ محتاجاها بس في الدورة، وممكن تعصريها، ولو عندِك غسيل كتير أبيض تقدري تكمّلي في نفس الوقت. ما تحطّيش غسيل كتير في الغسالة علشان الغسيل ينضف، لو مليتِ الغسالة مش هينضف، وكمان أمّا بيتغسل بيبقى له ريحة غير مستحبة. وهنا كنت خلاص عملت دورة غسيل، وأول ما الغسالة رمت المَيّة وشطفت مرّة وعصرت، وقّفت الغسالة وشِلت الستارة والملاية. وهنا على طول هابدأ أعمل دورة الزهرة، مليت الغسالة وحطيت الزهرة ومعاها المسحوق، وهابدأ في الوقت دوّة أحط الستارة زي ما أنتم شايفين، وحطيت كمان الملاية علشان طبعًا الزهرة تتوزّع في المكان كلّه، طبعًا وما تكونش ملطّشة. طب لو أنا حطيت الزهرة مباشر على الغسيل وهو في الغسالة، أكيد الزهرة هتلطّش، المكان اللي أنا هارمي عليه الزهرة أكتر مكان هيكون فيه زهرة وهيكون ملطّش، وبقية الستارة مش هييجي عليها زهرة خالص. لكن الزهرة بالطريقة ديّة هتتوزّع في الغسيل كلّه، وهتخلّي كلّه لونه موحّد. كمان شوية الإريال الصغيّرين اللي أنا باحطّهم مع الزهرة بيخلّوا الزهرة ما تلطّشش على الغسيل، وكمان بيكون ريحته جميلة وجيدة جدًا. طبعًا في الوقت ده خلاص أول ما خلّصت دورة الزهرة قُمت عاملة لها عصر دوران سريع، رمت المَيّة بتاعتها وطلّعتها ما شاء الله ممتازة جدًا، كمان اللون موحّد. هي مش باينة أوي في التصوير، لكن أنا باورّيكم هي نضيفة قد إيه وكمان مش ملطّشة. هاورّيكم الستارة دلوقتي لمّا أعلّقها. بصراحة والله الغسالة دي روعة جدًا. أنا مش عارفة في ناس كتير بتشّكّى من الغسالة وبتقول كمان إن الغسالة دي ما بتنضّفش، لأ الغسالة بتنضّف بس أنتم اللي بتستخدموها غلط. والله حقيقي أنتم بتستخدموها غلط، الغسالة دي عندي من 2011 بقى لها كتير عندي فعلًا، وما شاء الله هي نافعاني وباغسل عليها كل يوم. يعني دايمًا باحاول أنظّم غسيلي وما باكتّرش فيها. كمان باستخدم مسحوق نوعه جيد، يعني ما تجيبيش أي مسحوق وتحطّي فيها وتقولي الغسيل ما بينضفش، لأ الغسيل طبعًا بينضف بالمسحوق الكويس لمّا يكون مسحوق جيد. لو أنتِ عندِك مثلًا هدوم بيضا فيها وسخات كتير أو بُقع كتير ممكن تضيفي كلور أو كلوركس ألوان. بصراحة بينضّف كمان بيدّي ريحة جميلة جدًا. وهنا باطلّع الستارة مع الملاية. طبعًا أنتم عارفين إن هي في الوقت ده بتكون الستارة معايا ناشفة، لإن هي بتعمل العصر دوران سريع بتنشّف الستاير، ما بتاخدش دقايق على الحبل يعني، وبابدأ اللي أنا أعلّقها. وهنا خلاص كنت علّقتها كانت اتهوّت معايا ونشفت. ما شاء الله جميلة مش ملطّشة زي ما أنتم شايفين، الستارة كلّها لون واحد، ممتازة وفوق الممتازة. أتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو استفدتوا منه حطوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة. وباشكر كل الناس اللي بتدخل تشترك عندي في القناة،
وأتمنى إن أنا أكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله انتظروني في الفيديو القادم، هنعمل مع بعض دورة خل وإزاي ننضف مع بعض الغسالة. طبعًا لو أنتِ ما بتنضفيش الغسالة باستمرار تقدري تنضفيها، لإن بيكون ما بين الحلتين بتتراكم رواسب ودي اللي بتعمل الريحة